الحكام لدينا حكم المباراة الواضح في الصورة ماهر العلي الحكم اللبناني، ولدينا الحكم المساعد الأول علي البري اللبناني كذلك، ومحمد الغزالي الحكم المساعد الثاني من سلطنة عمان، وخالد الشيخ الحكم الرابع. أجدد التحية معكم، أفراح كبيرة وهناك الهازيج والأغاني والطرب، كل الطرب بعد كل مباراة بالنسبة للشعب اليمني من خلال انتصارات وكرة ولكنها إلى الخارج. كذلك المنتخب السعودي الذي يمني النفس من خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء أن يحضر بصورة مميزة وأن يحصل على البطولة. حارس مرمى المنتخب اليمني بدون بكل تأكيد يعني الأخطاء هنا المنتخب السعودي، والكرة جماهير، تحية لهذه الجماهير وعشق كرة القدم، وبالتالي هذه الجماهير عندما تحضر لكل مباراة. هنا الجماهير السعودية كذلك التي من خلال هذا اللقاء تمني النفس. كانت النسخة الماضية كانت في الأردن وكان المنتخب السعودي هو البطل للمرة الأولى، يريد الثانية، وهذه الجماهير تريد أن يكون هنالك بطل جديد للناشئين. كرة أمامية الآن في الوسط، مباراة في وسط الملعب، مباراة فيها تمريرات خاطئة كثيرة، تركيز مفقود، وبالتالي خطيرة للمنتخب السعودي ولكنها وصلت لحارس المرمى نواف الجناحي، وحارس المرمى على دفعتين حصل الكرة. تعادل بدون أهداف، كرات خطيرة على المرميين ما شاهدنا إلى الآن، ولكن المباراة في وسط الملعب، مباراة في وسط الملعب إلى الآن، هدف سيجعل المباراة أكثر خطورة. هنا مرور ممتاز عن طريق الشمراني، عالية راسية ولكنها وصلت لحارس المرمى السعودي. من يبدأ بالتسجيل للأخضر أو الأحمر من خلال هذا النهائي؟ كرة ملعوبة الآن ترسل للأمام وتبعد، خطيرة خطيرة للمنتخب السعودي ولكنها تبعد. والكل يتفق على أنه المنتخب اليمني قدم مستوى أكثر من رائع حتى وإن خسر في المكان السليم في اللقطة الماضية. هجوم الآن لمصلحة المنتخب اليمني، كرة بينية كانت ممتازة جدا. هنا المنتخب اليمني والمحاولة مستمرة والهجوم، تسديدة ضاعت على اليمن، وبالتالي لدينا خطأ الآن، خطأ في مكان خطير. الطريقي على التنفيذ، تنفذ كرة رأسية ولكنها ضاعت. كان ممكن أن يكون أفضل مما كان. شوف الرأسية، يأخذ الكرة من الأسفل. هنا نواف، هجوم لمصلحة المنتخب السعودي ولدينا صافرة وخطأ. خطأ واعتذار جميل من الكابتن. شوف الاعتذار الجميل. كرة في وسط الملعب، الظفيري تمرير إلى جهة اليمين، هذا زياد عياش، مرر الكرة خطيرة لمصلحة المنتخب السعودي ولكنها وصلت للحارس. شوف هنا الإعادة للكرة التي مرت من هزازي ونواف البشري اللي تابع الكرة، ولكن الحارس كان في المكان السليم. خروج موفق بين الفريقين، بين الفريقين. إذن هنا الصافرة. أعزائي مشاهدي قناة الرياضية العراقية الكرام، أينما كنتم تأتي صافرة حكم المباراة اللبناني ماهر العلي لتعلن عن نهاية الشوط الأول. ومن على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام الشوط الثاني ما بين الفريقين. طبعا لدينا الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف لليمن
الآن المنتخب اليمني على يمين السادة المشاهدين، والمنتخب السعودي على يسار السادة المشاهدين. هنا المنتخب السعودي الذي يحاول من خلال هذه الكرة خطيرة، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب في التمريرات، والكرة بعد ذلك وصلت لحارس المرمى وضاح أنور حارس مرمى المنتخب اليمني. هنا عبد الرحمن الخضر، عبد الرحمن مرر الكرة، هجوم منتخب اليمني خطيرة، جول. جول اليمن السعيد، اليمن السعيد، وعن طريق امباب اليمن، امباب اليمن محمد البرواني، جول لليمن، هدف للمنتخب اليمني. فرحة الجماهير، الجماهير الكبيرة اليمنية هنا على المدرجات، هنا على المدرجات، وهناك 30 مليون يمني الآن بفرحة عارمة، بفرحة كبيرة. وافرحي افرحي يا صنعاء، هذا الهدف، هذا الهدف عن طريق محمد البرواني، امباب اليمن كما يلقب هناك من الجماهير اليمنية، وبالتالي جول لليمن. للمنتخب السعودي خاطئة عصام إلى محمد البرواني صاحب الهدف الوحيد في المباراة. هجوم الآن، هجوم للمنتخب اليمني، ممكن من خلال هذه الكرة المنتخب اليمني يحاول، وتبقى المحاولة والهجوم يتواصل للمنتخب اليمني عالية. عبد الرحمن يحاول، والكرة بعد ذلك تبعد صافرة، وخطأ الآن، خطأ للمنتخب السعودي، وبالسلامة لعبد الرحمن الخضر. هنا الكرة العرضية الإعادة، وبكرة مشتركة ما بين حارس المرمى محمود البرية، وهنا هجوم الآن لمصلحة المنتخب اليمني الذي يحاول. محمد البرواني حاول التقدم والمرور، كرة عرضية عالية داخل منطقة الجزاء، تبعد بضربة رأسية، محاولة مستمرة للمنتخب اليمني. خطيرة كانت، عادل عباس ارسال كرة بيساره كانت قريبة، كانت قريبة للمنتخب اليمني، كان ممكن ثاني صانع الهدف الوحيد في المباراة إلى الآن. كرة ملعوبة عالية رأسية، ولكن العارضة خطيرة عن طريق محمد البرواني. البرواني وهذا العمل والخطورة، كل الخطورة من الأسمراني البرواني. كرة في وسط الملعب، هجوم لمصلحة المنتخب السعودي، تغطية حاضرة، مقطوع الكرة، هجوم والتسديد، وضاح أنور أبعد الكرة إلى ضربة ركنية. تسديدة كانت خطيرة عن طريق هزازي أو فرحة الشمراني. تنفذ الكرة أمامية باتجاه المرمى. الله على اليمن، الله على المنتخب اليمني. شوف الإعادة بيسار عبد الرحمن، أو هذا مرة أخرى عادل عباس. العراق بطولتين، ولدينا إيران كذلك. كرة داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى أبعدها. وضاح أنور
أبعد الكرة الخطيرة لمصلحة المنتخب السعودي، لمصلحة المنتخب السعودي. شوفوا الإعادة، الكرة مرت وبعد ذلك الإبعاد الخاطئ والمتابعة والتسديدة كانت خطيرة داخل منطقة الجزاء عن طريق اللاعب نواف البشري وحارس المرمى في المكان السليم. هنا الكرة فيها خطأ تنفذ باتجاه المرمى، خطيرة خطيرة، شكلها في المرمى، شكلها باتجاه المرمى. فرح الشمراني، شوف المنتخب السعودي، وكانت خطيرة، ولكن ياهي ثقة لدى حارس المرمى. شوف الثقة الكبيرة. شوف الإعادة، قطع للكرة وبعد ذلك الكرة عالية خطيرة، جول للمنتخب السعودي. هدف التعادل في وقت قاتل، في الوقت محتسب بدل عن الضاع، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل عن الضاع. جول للمنتخب السعودي على ما اعتقد محمد العيسى. محمد العيسى البديل هو من يأتي بالتعادل، هو من يأتي بالتعادل للأخضر السعودي، وبالتالي عادت المباراة إلى نقطة البداية، والتعادل هذه المرة، التعادل هذه المرة. شوفوا الإعادة والرأسية، نعم 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 نعم، هكذا محمد العيسى البديل يسجل هدف التعادل ويعود بالأخضر السعودي إلى نقطة البداية، ولكنها ليست سلبية، إيجابية بهدف مقابل هدف الآن، هدف مقابل هدف الآن. فرحة الجماهير السعودية